وهو الذي أدار مباراة الهلال السعودي من أمام الوداد. مباراة عربية أخرى أو طرف عربي آخر يدير له لقاء السيد أندريس ماتونتي في مباراة الليلة. الكرة تلعب على الجهة اليمين إلى محمود متولي، اللاعب الذي انتقل إلى أو كان يلعب إلى جانب الدراويش إلى جانب الإسماعيلي مع عمرو السولية. الكرة تلعب على اليسار، انطلاقة لفينيسيوس مع الكرة يلعبها إلى رودريجو في كرة إلى خارج، لعبها في مكان ممتاز لرودريجو، لكن التغطية كانت أروع من الدفاع الأهلاوي من محمود متولي. أنقذ فيها موقف فريقه، أبعدها لخارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية لريال مدريد، لكن لم يتوقف بعد ريال مدريد عن مهاجمة الشناوي، وعند ركلة ركنية يقف عندها لوكا مودريتش في ركلة ركنية، اللعبة إلى منطقة الجزاء، الكرة ثابتة والراس. تحركات رائعة جدا بين عناصر ريال مدريد. الكرة لعبت لصالح الأهلي في الطرف اليسار، هذه خطرة. الأهلي عنده ركلة ركنية، حاول الاستفادة من الكرات الثابتة. اللعبة الركلة الركنية من الجهة اليسار لصالح النادي الأهلي، الكرة ملعوبة إلى داخل منطقة الجزاء، الفرصة قائمة براسية، مرت إلى خارج أرضية الملعب، الراسية إلى ركلة مرمى. كانت فرصة رائعة للنادي الأهلي. شوف العرضية جاءت هنا في المكان الرائع، لكن الراسية مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. عدت كرة على النادي الأهلي، كرة عند محمد عبد المنعم، لكن الكرة مرت على الأهلي. المحاولة عند محمود متولي إلى محمد عبد المنعم يلعب الكرة في أقصى اليمين، مرت الكرة إلى محمد هاني حول في كرة انقطعت واصلة إلى توني كروس يلعبها تمريرة في الأمام، انطلاقة للريال إلى فينيسيوس، كرة مرة أخرى بعد كرة فينيسيوس، مرت الكرة من رودريجو إلى خارج أرضية الملعب. أنشيلوتي يريد الاطمئنان عليها من خلال لقطة الفيديو، يريد أن يعرف لماذا تضيع كل هذه الفرص بالنسبة للريال على مرتين وعلى التوالي. الأولى كانت لفينيسيوس، هذه المرة رودريجو لعب. الأهلي هل يستفيد من الكرة الثابتة؟ هل يسجل من الكرة الثابتة؟ الراسية إلى منطقة الجزاء لكن مقطوعة، تعود من جديد إلى راسية أهلاوية على الجهة اليمنى لشحات يعدي، يا سلام. مدريد الكرة تلعب إلى توني كروس مع الكرة وانطلاقة من توني كروس، يلعب كرة في الأمام إلى فالفيردي. الدفاع في النادي الأهلي ينجح في إبعادها، تعود الكرة للريال، المحاولة